السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دروس أولى ثانوي. عندنا النهاردة إن شاء الله درس جديد وحلو اللي هو الدوال المثلثية. طبعا ده حساب مثلثات، الدرس الثالث في حساب المثلثات. طيب الدوال المثلثية هو يعني إيه الدوال المثلثية؟ دي خدناها في إعدادي، ثالثة إعدادي. الدوال المثلثية اللي هي الجا والجتا والظا. فإحنا لو عندنا حاجة زي كده، إحنا خلاص عرفنا جا دي بيساوي إيه؟ كلمة جا قلنا جا دي بتساوي جا أي زاوية بتساوي المقابل على الوتر، وجتا أي زاوية بيساوي المجاور على الوتر، وظا أي زاوية بيساوي المقابل على المجاور، أو بنقسم جا على جتا. طيب أنا في عندي حاجة اسمها دايرة الوحدة. دايرة الوحدة دي لو أنا جيت على المحاور الإحداثيات كده ورسمت دايرة خلاص كده، طول نص قطرها 1 سم، نص قطر أهو 1 سم. خلاص، طالما نص القطر 1 سم فبسميها دايرة الوحدة. يبقى دايرة الوحدة دي دايرة طول نص قطرها 1 سم عشان نقيس عليها حاجات خاصة كده. طيب أنا لما أجي أشوف كده الزاوية دي، أدي زاوية عايز أجيبها. خلاص، ده نص قطر أهو وعايز أجيب الزاوية دي، فبنزل كده عمودي. ده الجزء على محور السينات فبسميه س، ده اهو موازي محور الصادات فبسميه ص. فانا ما قلت دلوقتي بالنسبه للزاويه دي اللي هي زاويه سيتا، لو انا عايز اجيب جا سيتا دلوقتي قلنا بيساوي ايه؟ بيساوي المقابل على الوتر، يعني بيساوي صاد على واحد. صاد على واحد اللي هي هتبقى صاد. طيب لو جيت اجيب جتا، جتا بيساوي المقابل على الوتر، المجاور له س، فس على واحد برضه هي بتساوي س. واضح؟ طبعا الظا بيساوي دي على دي اللي هي بيساوي ص على س، بيساوي جا على جتا دايما. طيب احنا عايزين حاجتين بس هنجمع دي كده. لما يكون جا طلعت بيساوي ص وجتا بيساوي س، فانا بقول لما يديني زوج مرتب اللي هو اصلا بيكون عباره عن س وص، فالسين دلوقتي خلي بالكم السين بقت ايه؟ جتا، والصاد اللي هي جا. فكل ما يديني زوج مرتب نخلي بالنا قوي ان الزوج مرتب ده عباره عن جتا الاول وجا. لما يديني زوج مرتب اللي فيه جا وجتا خلي بالكم مش جا هي الاول، لا جتا هي الاول، جتا هي السين وجا هي الصاد. فدايما لو اداني كده اهو مثلا دي 3 على 4 اي حاجه، 5 2 على 4 اي رقم، يبقى دي على طول الجتا ودي الجا. الاولانيه هي الجتا والثانيه هي الجا. ده اول معلومه. تاني حاجه، دايره الوحده دي هتقطع دلوقتي المحاور في نقط. فانا دلوقتي ادي النقطه اللي هي 0 و0 ماشي كده، فانا لما اقول دي 0 هنا 1 هنا 2 هكمل ادي 0 و1، ولو كملت ده يبقى هنا 2 وهكذا. فالنقطه دي كده على محور السينات، انا مشيت كده 1 اهو وما طلعتش ولا نزلت، فالنقطه بتبقى 1 و0 يا جماعه، 1 وايه و0. طب الناحيه الثانيه لو انا مشيت كده اهو ناحيه الشمال فبتبقى السين بسالب 1 والصاد ولا طلعت ولا نزلت فبتبقى 0. طيب انا من النقطه دي ما مشيتش يمين ولا شمال بس طلعت على طول، ما مشيتش يمين ولا شمال يعني 0، وهطلع هنا لحد الواحد فبتبقى النقطة دي 0 و1. العكس لو نزلت كده برضو 0 وكام وسالب 1. فدي النقط اللي الدايرة هتقطع المحاور فيها 1 و0. خلاص كده، دي 1 و0 دي 0 و1. هنا العكس سالب 1 و0 0 وسالب 1. دي دايرة الوحدة عشان بعد كده هنعرف منها شوية حاجات الجا والجتا بتاع زوايا معينة فنخلي بالنا منها. لكن أهم حاجة لو عندي زوج مرتب، الزوج مرتب ده خلاص بيبقى فيه س وصاد اللي هي جتا وجا. فاحنا قلنا عشان عارفين الجتا دي هي السين والجا هي الصاد. ولو اداني زوج مرتب، الزوج المرتب بيكون الاولانيه هي جتا والثانيه هي جا، وخلي بالي ما انساش طبعا الظا بيساوي ايه؟ بيساوي جا على جتا او صاد على س. ماشي يا جماعه؟ طيب ادي عندي دلوقتي ج، بيقول لي اذا كانت النقطه ج دي هي نقطه تقاطع الضلع النهائي زاويه موجهه قياسها سيتا مع دائره الوحده. طالما دي النقطة دي بتديني ده جتا وجا، يبقى الجتا هنا بيساوي كام يا جماعة؟ 3 على 5، يبقى الجتا بيساوي 3 على 5 والجا 4 على 5. طب لو حبيت اجيب الظا، الظا انا بقسم دي على دي. الظا بقسم دي على دي. لا اما اقسم دي كلها على دي بالآلة، يا اما اقسم البسط على البسط بس، طالما المقام هو فبقول له 4 على 3. خلاص كده؟ يبقى الظا بيساوي 4 على 3. طيب نيجي لحاجة مهمة جدا بقى اسمها مقلوبات الدوال المثلثية. عايز مقلوبات الدوال المثلثيه. لو خليت بالي كده من الدوال المثلثيه العاديه اللي هي جا وجتا وظا، انا عندي الجا خلاص كده
عايز اقلب دول، يعني ايه اقلبهم؟ عايز مقلوباتهم. لما اكون عايز مقلوب دي يعني واحد على ج، ده مقلوبها واحد على ج سيتا. لما اكون عايز مقلوب دي اللي هي واحد على جتا. لما اكون عايز مقلوب دي اللي هي واحد على ظا، ده اسمه المقلوب. خلاص، ما انا لو عايز مقلوب دي اسمها 5 على 3، دي كده باش اقلبها. طيب اتفقنا تاني، مقلوب الجتا اللي هي واحد على جتا. طيب مقلوب الظا واحد على ظا، مقلوب الجا واحد على جا. طب انا مش كل مره اقول واحد على جا واحد على ظا واحد على كذا، عايز اسميهم اسم جديد. فالاسم الجديد لو انا شفت هنا الجا والجتا بيبتدوا بحرف الجيم، مقلوباتهم هيبقى فيها حرف القاف. هنا حرف القاف. ماشي يا جماعه؟ طيب هنا عشان بس نبقى ماشيين مظبوطين، لما اجي اجيب مقلوب حاجه خلاص كده، دي جا ما فيهاش ت، دي جتا فيها ت. لما اجي اجيب مقلوبهم اللي ما فيهاش ت بحط لها ت، واللي فيها ت اشيل منها الت. يعني ايه؟ يعني دي جا مقلوبها يبقى قتا احط لها ت، دي ما فيهاش ت احط الت. طب دي جتا عايز اجيب مقلوبها هيبتدي بقاف برضه بس اشيل منها الت فتبقى قا بس، يبقى اللي فيه ت شلت منها الت، اللي ما فيهاش ت حطيت لها الت. يبقى تاني الجتا مقلوبها قا، الجا مقلوبها قتا، فاضل الظا. خلاص دول بدلناهم بالقاف. الظا مقلوبها هيبقى زطا، يعني واحد على ظا دي هتبقى زطا، هنحط لها ت برضه، دي ما فيهاش ت هنحط لها ت. يبقى تاني يا جماعه، القاء مقلوب الجتا، خلاص كده، القطا مقلوب الجا، الزطا مقلوب الظا، وطبعا الظا كانت جا على جتا فالزطا هتبقى جتا على جا. نحفظ دول مهمين قوي يا جماعه. طبعا الاصل بتاعهم القاضي اللي هي قاطع الزاويه، الثانيه كانت جيب الزاويه، دي قاطع الزاويه، الثانيه كانت جيب تمام الزاويه يبقى قاطع تمام الزاويه. دي ظل الزاويه الثانيه كانت دي هتبقى ظل تمام، يعني بحط لها كلمه تمام عشان كده زودنا الت. فيبقى عندي الجا والقا، خلاص كده، الجيب والقاطع، فبناخد اول حروف بس. يبقى تاني يا جماعه، الجا مقلوبها ايه؟ قتا بحط ت. طب الجاتا اللي فيها ت مقلوبها قا بشيل منها الت. طب الظا بحط ت تبقى زطا، يبقى مقلوب القا برضه مقلوب القا تبقى جتا. ما هي تاني الجا مقلوبها قتا والقتا مقلوبها جا، دي مقلوب دي ودي مقلوب دي، فانا لما ابتديها بالجا وجتا وظا فالجا مقلوبها قتا. طب الجتا مقلوبها قا، الظا مقلوبها زطا. نيجي العكس، القا مقلوبها جتا، القتا مقلوبها جا، الزطا مقلوبها ظا. ماشي يا جماعه؟ طيب بيديني مثال اهو، بيقول لي اذا كانت الدوال المثلثيه لزاويه قياسها سيتا مرسومه في الوضع القياسي وضلعها النهائي يقطع دائره الوحده. كل ما اشوف دائره الوحده دي اخلي بالي بيديني زوج مرتب، يبقى دي على طول الجتا ودي الجا. طيب الراجل بيقول لي عايز جا زائد جتا، اللي هو بيقوله لي بنفذه. الجا اللي هي 3 على 5 زائد الجتا اللي هي 4 على 5، لما اجمعهم بالآلة يطلعوا 7 على 5. طيب هنا عايز قا تربيع ناقص ظا تربيع. القا دي يا جماعه مقلوب جتا، فانا اجيب الجتا الاول، ادي الجتا 4 على 5، لما شقلبها هنا تبقى كام؟ 5 على 4 القا، وطبعا دي تربيع احط لها تربيع، ناقص الظا اللي هي 3 على 4، ادي 3 على 4، لكن هنلاحظ هنا ان دي ظا تربيع فاحط هنا تربيع. طبعا دي بالآلة، احنا هنحسبها بالآلة، اللي هي تطلع 1. ماشي يا جماعه؟ طيب اشارات الدوال دي بقى اهم حاجه عندنا السنه دي في اولى ثانوي. لما اجي اشوف هنا كده دول، انا عندي طبعا ده الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الايه؟ الرابع. كل داله عندي، كل داله الدوال اللي هي جا وجتا وظا، لما اقول كل داله يبقى هي ومعكوسها، يعني الجا والقتا، الجتا والقا، الظا والزطا، فاحنا هنتكلم على 3 ودايما بكلم هم ومعكوسهم. فانا عندي 3 دوال دي، الجا والجتا والظا، كل واحده منهم موجبه في ربعين وسالبه في ربعين. تاني كل واحده منهم موجبه في ربعين وسالبه في ربعين. فلما اجي اشوف الربع الاول هنا هلاقي كل الدوال موجبه، كل الدوال موجبه. ماشي يا جماعه؟ الده بتاع الجبس، ده بتاع الجبس، الجبس هنا اللي موجبه. خلاص كده؟ هنا الظا بس اللي موجبه، والاثنين التانيين سالبين، اللي هي الجا والجتا سالبين. طب هنا الجتا بس اللي موجبه، اما الجا والظا سالبين، فلاقي كل ربع ليها واحده كده موجبه. الربع ده بتاع الجا، الربع ده بتاع الظا، الربع ده بتاع الجتا. خلاص كده؟ الربع ده بتاع الكل، كل حاجه هنا موجبه.
مفيش اي حاجه سالبه. فلما اقول لكم الجايه موجبه فين اقول الاولاني والثاني. بصوا كل ما اسالكم على حاجه موجبه فين الاول وكذا، الاول والثاني الاول والثالث، لازم الاول وبعدين حاجه معاها، لان الاول على طول موجب. فلما اقول الجايه موجبه فين في الاول والثاني، طب الظا موجبه فين في الاول والثالث، طب الجتا موجبه فين في الاول والرابع. ماشي كده يا جماعه؟ طيب لما اقول لكم الجا موجبه فين في الاول والثاني، يبقى سالبه في الثالث والرابع، ما هي موجبه في ربعين وسالبه في ربعين. طيب الظا موجبه فين في الاول والثالث، طب يبقى سالبه فين في الثاني والرابع. طب الجتا موجبه فين في الاول والرابع، يبقى سالبه فين في الثاني والثالث. طب انا هنسى الكلام ده، كل مره هنساه. اتعلمنا من زمان واحنا صغيرين، قالوا لنا كده مقوله نحفظها، بنحفظ بيها الاشارات دي اللي هي كل جبار ظالم جاته داهيه. تاني، كل باخد الحروف الاولى كده، كل جبار ظالم جاته داهيه. وفي بالنسبه البنات بتقول كل جميله ظريفه جاتها عريس. كل واحد بقى ياخد الحاجه اللي تخصه. لكن كل جبار ظالم جاته داهيه مش بتتنسي. يبقى هنا كل خلاص موجب، جبار يعني جاه هنا بس اللي موجب، ظالم اللي هي الظا بس اللي موجب، جاته داهيه يبقى جاتا بس اللي موجب. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى كل حاجه موجبه في ربعين وسالبه في ربعين ولازم نحفظهم. ولو شفنا كده الملخص اهو، الملخص بتاعهم اهو. الربع الاول خلاص كله موجب، الربع الثاني الجا بس اللي موجب والاثنين التانيين سالبين، الربع الثالث الظا بس اللي موجب والاثنين سالبين، الربع الرابع الجتا بس اللي موجب والاثنين ايه؟ سالبين. طيب هنا نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي. احنا قلنا الزاويه دي صفر 90، الربع الاولاني من صفر ل 90 ما بين الصفر و 90، وده ما بين 90 و 180. الربع الثالث ما بين 180 و 270، الربع الرابع ما بين 270 و 360. ساعات يجيبها لنا مكتوبه كده، ال 90 تيجي مكتوبه كده اهو، او تيجي مكتوبه باي على الاثنين. احنا باي بالنسبه للزوايا دي ممكن نكتبها 180 على طول، فال 90 يعني 180 على الاثنين اللي هي باي على الاثنين. خلاص كده؟ طيب هنا ال 180 يعني باي، ال 360 قد الباي مرتين يعني 2 باي، ما 180 و 180. دي اللي عايزين دايما نحفظها اللي هي 270 3 باي على 2. لكن دي سهله، كل دول سهلين، 3 باي على 2 يبقى فاكرينها. طب لما يجي يقول لي الربع الاولاني خلاص ما بين 0 و 90، بيكتبها ازاي؟ بيكتب 0 و90 وبيكتب كده اهو فتره مفتوحه، يعني مش واخد الصفر ولا واخد ال90، ما بين الصفر والايه؟ وال90. ديت خلاص بيكتبها لي كده، مش هيجيبها لي بقى بالصوره القديمه دي، هيجيبها لي مكتوبه كده يا جماعه. يبقى انا عندي دي كده اهو من 0 ل 90 تتكتب بالشكل ده، من 90 ل 180، من باي على 2 لباي. دي من باي ل 3 باي على 2 يعني من 180 ل 270، من 3 باي على 2 ل 2 باي يعني من 270 الى 360 وكلها فتره مفتوحه. يبقى بعد كده الفترات هتجيلي بالشكل ده، مش هيكتب هو من 0 ل 90 الا نادرا، يعني اذا كان يعني ايه؟ يعني ناوي يريحك زياده عن اللزوم، لكن هي دايما بتيجي كده، يعني مصطلح دايما بيجي لنا كده. دي لو عايز يكتب من 90 الى 180 ساعات يكتبها كده وساعات يكتبها كده. خلاص عشان يبقى عرفنا الدنيا ماشيه ازاي. طيب نيجي نشوف بقى هنا كده، عايزين نحل ده. بيقول لي عايز اشاره الدوال دي، هو مش هيجي يقول لي بقى اشارتها في الربع الثاني كام والثالث كام، لا هو بيجيب لي زاويه في الربع وانا اعرف الربع، فيقول لي مثلا جا 140 اشارتها ايه؟ فانا عرفت ان 140 دي في الربع ايه يا جماعه؟ الربع الثاني، فيبقى جا في الربع الثاني، الجا في الربع الثاني موجبه. فهمنا؟ يبقى هو هيديني الزاويه احدد الربع بتاعها عشان اعرف الاشاره. يبقى جت الزاويه 230، 230 دي في الربع الايه؟ الربع الثالث، اكبر من 180 واقل من 270، يبقى دي في الربع الثالث. جتا في الربع الثالث اشارتها سالبه. طب ق 30 ما اقدرش احكم على ال 30 سالب 30، ما اقدرش احكم على سالب 30 كده، لازم ازود 360. لما ازود 360 معنى كده الزاويه دي هتبقى 330. 330 يعني في الربع الرابع. القا اللي هي عكس الجتا في الربع الرابع اشارتها ايه؟ الجتا. الجتا في الربع الرابع اشارتها موجبه، يبقى القا كمان اشارتها في الربع الرابع موجبه. طيب زي 750، ال 750 دي لازم اطرح منها 360. خلاص؟ اللي هيطلع مثلا ادي صفر، يبقى 6 من 15 9 و3 من 6 3، تطلع 390. برضه لسه كبيره عن 360، اطرح منها كمان 360 فتطلع 30.
يبقى الزاويه دي 30 يعني في الربع الايه يا جماعه؟ الربع الاول. الظافر كل حاجه في الربع الاول موجبه، يبقى الظافر الربع الاول موجب. طب دي 5 باي على 3 يعني 5 في 180 على 3 يعني 300. 300 دي في الربع الرابع. القتا اللي هي عكس الجا في الربع الرابع، خلاص كده اشارتها ايه؟ الجا في الربع الرابع اشارتها سالبه، يبقى القتا في الربع الرابع اشارتها سالبه. واضح؟ طبعا دي كلها اختر وبتيجي في الامتحانات عادي خالص. نشوف مثال تاني. نخلي بالنا بقى. بصوا يا جماعه، كل ما يديني زوج مرتب كده لازم استخدم نظريه فيثاغورس. بيقول اذا كانت ب س ونص، اهي نطلع شويه كده. س ونص نقطه تقاطع الضلع النهائي زي ما موجهه قياسها سيتا في الوضع القياسي مع دائره الوحده. الاقي زوج مرتب وكلمه دائره الوحده لازم استخدم فيثاغورس. اربع دي واربع دي واقول له بيساوي 1. عندي حاجتين هنا لما اجي احل دي، ودي دايما عامله مشكله بالنسبه للطلبه، مش بيفهموها بسرعه وبتبقى تقيله بالنسبه لهم. فاحنا عشان نريح نفسنا تبقى الدنيا سهله، كل ما الاقي دولت ودائره الوحده استخدم فيثاغورس. ده تربيع زائد ده تربيع يساوي 1 واجيب منها السين. خلاص كده؟ طيب وهيطلع لي موجب وسالب، باخد مين فيهم؟ حسب دي، حسب الربع اللي هو بيديهوني. يعني دايما هيطلع لي حلين، باخد انهي حل حسب الربع ده هنشوف دلوقتي. بس الاول ناسس تفكيرنا. كل ما يديني دي ودائره الوحده هعمل فيثاغورس. بعد ما اعمل فيثاغورس هيطلع لي حلين، اخد مين فيهم حسب الربع ده. تعالوا شوف بقى بنعمل ايه. كل ما الاقي دي كده فيثاغورس، يعني اربع دي اقول له س تربيع زائد هنا نص تربيع اقول له ده بيساوي 1. بس كل مره كده نفس الكلام اطلع منها السين. فانا اقول له كده س تربيع زائد طبعا نص تربيع يعني ربع بيساوي 1. اجيب الربع ده الناحيه دي يبقى س تربيع بيساوي ده هيروح الناحيه دي يبقى 1 ناقص ربع يعني 3/4. معنى كده السين هيساوي موجب او سالب، طالما تربيع موجب او سالب. اجيب جذر دي بالاله فتطلع جذر 3 على 2. الاربعه جذرها 2 والثلاثه اما اخد جذرها تبقى جذر 3. اصبح عندي حلين زي ما انا بقول اهو. يا اما عندي يكون جذر 3 على 2 موجب، يا اما جذر 3 على 2 سالب. اخد مين فيهم؟ خلي بالكم نركز بقى هنا. المهم كل ما يجي لي الاول اعمل فيثاغورس اطلع السين بحلين. دي امرها سهل، كل ما يجي لي هعمل نفس القصه. طب اختار الحل ده مين فيهم؟ اشوف بقى السين مكانها هنا، يعني انا بتكلم على الجتا. حلو كده، انا عايز الجتا، فالجتا دي اشارتها موجبه ولا سالبه؟ يبقى حسب الربع ده من 90 ل 180 معناها الربع الثاني. فهو بيقول لي هات لي الجتا في الربع الثاني. ماشي يا جماعه؟ تاني عايز ايه؟ الجتا في الربع الثاني. لو كان عايز دي كان هيبقى عايز جا في الربع الثاني، لكن هو عايز جتا. طيب جتا في الربع الثاني اشارتها ايه؟ سالبه. يبقى انا هاخد دي. جتا في الربع الثاني اشارتها سالبه. لو كانت في الرابع كنت هاخد دي عشان اشارتها موجبه. خلاص كده؟ يبقى انا هنا دي اصبحت بدل ما هي س اصبحت جذر 3 على 2 باشاره سالبه. كده انا عندي الجتا والجا ابتدي احل. الراجل بيقول لي هات الجا اللي هي نص. اعوض عادي خالص في القتا اللي هو مقلوب مقلوب جا. ادي الجا مقلوبها يعني 2 على 1. دي هتروح مع دي يبقى 1 على 1 بيساوي 1. طيب هنا بيقول لي هات 1 زائد زتا تربيع. زتا تربيع اللي هو بقسم ده على ده. خلاص كده دي الظا. بقسم دي على دي. طب الزتا بقسم العكس دي على دي. يعني بقول له سالب جذر 3 على 1 وعايز اربعها. هو قال لي ربعها. لما ربعها هتبقى 3 يبقى 1 زائد 3 بالاله 4. انتوا اشتغلوا بالاله. واضحه كده؟ يبقى 1 زائد دي تربيع هتطلع 4. ماشي يا جماعه؟ يبقى تاني كل ما يديني زوج مرتب ودائره الوحده اشتغل فيثاغورس. ده تربيع زائد ده تربيع يساوي 1 على طول بيساوي 1. احلها ممكن احلها بالاله. ممكن بالاله وممكن احلها بنفسي كده. الاله اللي هو مود 5 3. اوكي؟ طيب بعد ما احل دي هيطلع لي السين مره موجب مره سالب. باخد الموجب ولا السالب حسب ما اشوف. انا عايز دي اللي على اليمين يعني جتا. جتا في انهي ربع؟ جتا في الربع الثاني. اشوف جتا في الربع الثاني اشارتها سالبه يبقى انا اخدت الحل السالب احطه مكان الحاجه المجهوله. طيب هنشوف حاجه ثاني برضو. نشوف هنا بيقول لي ايه.
بيقول لي إذا كانت عندي سالب ألف وألف مالهم؟ نقطة تقاطع الضلع النهائي زاوية موجهة قياسها سيتا في وضعها القياسي مع دائرة الوحدة. دائرة الوحدة. نفس الكلام هربع دول، هربع ده زائد ده تربيع يساوي 1. يعني اقول له الاولاني تربيع، ما هو سالب او موجب لما اربعهم بتروح الاشاره. زائد الف تربيع بيساوي كام؟ 1. معنى كده 2 الف تربيع بيساوي 1 على 2 وعلى 2. يبقى الالف تربيع بيساوي ايه؟ نص. معنى كده الالف بس بيساوي موجب او سالب جذر دي. جذر دي يعني 1 على جذر 2. طيب هاخد مين، الموجب ولا السالب؟ حسب ايه؟ حسب ديت. طيب انا عايز مين فيهم؟ انا عايز الاثنين. اخد اي واحده منهم. دي مثلا اللي هي الجا. الجا في انهي ربع؟ ده في الربع الرابع. الجا في الربع الرابع اشارتها سالبه. يبقى انا هاخد السالب هنا اللي هو دي هتبقى سالب. خلاص كده؟ سالب 1 على جذر 2. دي عكسها في الاشاره فتبقى موجب 1 على جذر 2. اصبحت دي معايا اهي ودي معايا اهي. خلاص كده؟ نشوف الراجل طالب ايه. طالب الجا اللي هي سالب 1 على جذر 2. خلاص كده؟ اللي هي دي. طالب جتا اللي هي موجب 1 على جذر 2. طالب زتا اللي هي دي على دي. خلي بالكم دي هي فلما اقسمهم على بعض يديني 1، بس خلي بالكم من الاشاره فتديني سالب 1. اي حاجه على نفسها بتدي 1. واضح كده؟ نشوف كده برضو نفس الكلام. طيب نشوف دي كده يا جماعه. بيقول لي اذا كانت سيتا دي من 270 ل 360 معناها دي الربع الرابع، وكان جا سيتا يعني مديني كده الجا بسالب 5 على 13، وعايز طبعا الجا دي بس نخلي بالنا دي فيه مضروبه فيه. طيب احنا عايزين دي كده اهو، بنعمل ايه؟ نشوف اول حاجه. احنا طبعا كده هنعمل ايه؟ اشوف حاجه بس كده. ماشي. هنيجي نجيب دي اول حاجه. انا عندي ديت وعايز اجيب دي، فقلنا على طول فيثاغورس اقول له ده تربيع زائد ده تربيع. لما اجي اربعه بقى على طول 25 على 169 ده يساوي 1. يبقى س تربيع تساوي 1 ناقص الكلام ده 1 ناقص 25 على 169 اللي هو تبقى 144 على 169. يعني لما اجيب س هتساوي موجب او سالب جذر دي اللي هي 12 وجذر دي اللي هي 13. اصبح عندي حلين موجب او سالب. اخد مين بقى؟ هو انا عايز جتا. جتا في الربع الرابع اشارتها موجبه، يبقى انا هاخد الموجب بس اللي هو دي كده هتبقى 12 على 13. نيجي نشوف الراجل عايز ايه. عايز جا. الجا اللي هي سالب 15 سالب 5 قصدي على 13 في قطر اللي هو مقلوب الجا. اقلب الجا تبقى الخمسه هنا وال13 هنا وبرده اشاره سالبه، يعني السالب هتروح مع السالب. طيب ناقص جتا. جتا اللي هي 12 على 13 في قا اللي هي مقلوب جتا. مقلوب جتا خلاص اللي هي 13 على 12. خلي بالكم دي مع دي ودي مع دي فيها 1، ودي مع دي ودي مع دي فيها 1. 1 ناقص 1 بيساوي 0. حلو كده؟ يبقى الحل بتاعي هنا 0. وفي حل اسهل من غير ده كله. جا مضروبه في مقلوبها. قطه دي مقلوب جا، فاي حاجه في مقلوبها بيساوي 1. ليه؟ لان جا في قطه اللي هي 1 على جا، فاي حاجه في مقلوبها تطلع طول بيساوي 1. وعندي برضو دي جتا مقلوبها قا، فاي حاجه في مقلوبها بيساوي 1 من غير ما احل ده كله. يبقى 1 ناقص 1 بيساوي 0. خلاص كده بالاجابه عندي 0. شوف حاجه بعدها. نشوف دول بقى. بيقول لي الدوال المثلثيه لبعض الزوايا الخاصه. الزاويه الخاصه اللي هي الزوايا الرباعيه. الزوايا الرباعيه اللي هي الصفر 90 180 270 360. دي احنا على طول بنجيبهم بالاله. فاحنا لو فاكرين كده اللي هو دايره الوحده كان كاتب لي هنا 1 و0 اللي هي الجتا والجا. فلما اجي عند الصفر خلاص كده جتا 0 ب1 وجا 0 ب0 ديت سالب 1 و0، فبرضه اللي هي الجتا والجا بالنسبه ل 180. هنا دي برضه دي كانت كام؟ دي 0 وسالب 1 برضه اللي هي الجتا والجا لل 270 ديت 0 و1
دي الجتا والجا لل 90، يعني جتا 90 بصفر، جتا 90 بواحد. لما احب اجيب الظا بقسم الجا على الجتا صح؟ ما عدا دي ال 90 و 270. لو جيت اقسم الجا على الجتا او اجيب ظا اللي هي تان، خلاص كده، تان 90، الآلة هتطلع لي ماس ايرور اللي هي احنا بنقول عليها كمية غير معرفة، ال 90 وال 270. فلما الآلة تطلع لي ماس ايرور اللي هي غير معرفة، غير معرفة دي اللي احنا كنا بنقولها زمان في اعدادي ليس لها معنى. طبعا عشان كبرنا خلاص بنقول، ما بنقولش بقى ليس لها معنى، بنقول كمية غير معرفة، يعني مش هنعرف، مش هنقدر نوصل لها، فدي كمية غير ايه؟ معرفة. فدي اسمها الزوايا الخاصة. وعندي الزوايا اللي هي 30 و60 و45 والكلام ده كله احنا كنا حافظينه، وممكن برضو بالآلة. فانا لما احب اشتغل حاجة زي كده وعايز اجيبها بالآلة مثلا، فانا عندي جاه 90، كلمة جاه 90 خلي بالنا، جاه 90 احنا ال 90 عندها صفر وواحد صح كده؟ فجاه 90 دي هتبقى واحد، فدي معناها واحد زائد جاه 30 بالآلة هتطلع نص، خلاص كده؟ جاه 30 ماشي يا جماعة؟ جاه 60 بالآلة هتطلع نص ماشي؟ ناقص ظا 45 بواحد على جذر 2 زائد جتا 5، لا معلش، ظا 45 بواحد، جتا 45 بواحد على جذر 2 بس متربعة، خلاص كده؟ طبعا دي معناها واحد زائد نص في نص بربع، ناقص هنا واحد زائد واحد على جذر 2 تربيع يعني بنص. ماشي يا جماعة؟ وطبعا الواحد هتروح مع الواحد وابتدي اجمع واشوف هتطلع ايه، ربع ونص 3/4. ماشي يا جماعة؟ وطبعا ده كله ممكن اجيبه بالآلة مرة واحدة، اكتب جا 90 زائد ساين اللي هو ساين 90 زائد ساين 30 في كوزين 60 ناقص تان 45 زائد اجيب دي اكتب اللي هي جاتا 45، الآلة طبعا بتفتح لي قوس وانا بقفل القوس واربع، لما اربعها الآلة هتديني اللي هي دي بنص، فممكن اشتغلها بالآلة على طول. نفس الكلام ممكن اجيبها على طول واحدة واحدة، وممكن اجيبها بالآلة على طول. فاحنا الحاجات اللي زي كده حاجة من اتنين، لو هي جايه لي مقالي هجيب واحدة واحدة اقول له جا صفر بصفر، خلاص كده؟ زائد جاتا 180 اللي هي ماشية كده سالب واحد وصفر، فدي جاتا 180 بسالب واحد، يبقى دي هنا هتبقى سالب واحد زائد قطع 30 اللي هي عكس جا 30، جا 30 بنص يبقى قطع باتنين، وهكذا افضل امشي واحدة واحدة وابتدي اجمعهم في النهاية او بالآلة على طول مرة واحدة. طب لو جيت اكتب دي بالآلة، الآلة انا بكتب دي عكس الجتا، فانا عندي جتا 45 خلاص كده اللي هي تربيع، واكون حاطط كده اهو وفي الزرار بتاع اكس اس سالب واحد تحت كلمة مود، فبدوس كده بتديني القا او بتشقلب لي قا وقا تربيع. بعد ما اجيب دي بشقلبها، اي حاجة عايز اشقلبها خلاص الزرار بتاع اس سالب واحد، وكده نقدر نجيب دي بسهولة جدا بالآلة وما عندناش مشكلة فيها، كله استخدام آلة. نفس الكلام بيقول لي اثبت ان دي تساوي دي، كلمة اثبت دي يعني مقالي، فأنا بقول له على طول الطرف الأيمن بيساوي هنا واحدة واحدة كده، جا 30 اللي هي بنص زائد جا 45 بواحد على جذر 2، خلاص كده؟ جا 60 بجذر 3 على 2 في جاتا 90، احنا عندنا دي كده اهو 90 صفر وواحد، يبقى جاتا 90 بصفر، فده كده هيشال، كل ده هيشال، فيطلع هنا نص. واضح يا جماعة؟ نيجي للطرف الأيسر، دي برضو جا 90 خلاص كده، جا 90 اللي هي بواحد زائد باي يعني 180 على 6 فيها 30، فجا 30 بنص، خلاص دي كده معناها 60. اوكي؟ احنا عندنا جا 60 جذر 3 على 2 وجاتا 60 بنص زائد دي كده 60، فانا عندي جا 60 بجذر 3 على 2، بس دي تربيع مضروبه ديت اللي هي 270 لما بننزل تحت كده اللي هي صفر خلاص كده وسالب واحد، هو عايز الجا اللي هي بسالب واحد. واضح يا جماعه؟ يعني عندي هنا الواحد زائد الربع، هنا طبعا هتبقى ناقص، ودي تبقى 3 على 4. اوكي؟ يبقى برضه هتطلع نص، معنى كده الطرفين متساويين. اوكي؟ طيب
نيجي نشوف هنا برضو. هنا الراجل بيقول لي اذا كان س دي من 0 ل 90، يعني حاجه في الربع الاول، وبيقول لي ظا س بيساوي الكلام ده كله. لما الكلام ده اجيبه اقول له ظا س بيساوي، واشوف ده كله بالاله هيطلع كام واكتبه هنا. خلاص كده؟ طيب اول ما يطلع هنا وطلع لي رقم، طلع لي اي رقم وليكن 1، ماشي؟ وانا عايز اجيب السين، حاجه زي كده طالما ظا س بيساوي 1 انا بقول له شيفت الاول. خلاص كده؟ شيفت تان الواحد يساوي، فيطلع لي على طول مثلا السين ب 45 ايا كان اللي هنا ايه. ماشي يا جماعه؟ طيب عشان بدون استخدام الاله كده انا معايا اله، هنا هنجيب ده الاول اهو نحسبه بالاله. خلاص كده؟ هيطلع لي رقم هنا يساوي دي بالاله هيتكتب هنا زائد جتا 60 اللي هي بنص س. اهم شيء هودي ده الناحيه الثانيه باشاره مخالفه وابتدي اتعامل معاها كمعادله، وفي النهايه هيبقى جا س بعد ما اضرب دي في 2 وفي 2 بيساوي رقم. طب اعمل ايه عشان اجيب ده؟ برضو اللي هي شيفت، خلاص كده، ساين الرقم اللي طلع لي، خلاص هيطلع لي السين بكام. واضح؟ دي انا عايزكم تحسبوها، الحقيقه مش هحسبها انا، دي هنحسبها بالاله ونشوفها. لو في اي حاجه طبعا هتديني ايه التعليق او التعليقات بتاعتكم. ماشي يا جماعه؟ طبعا كده يبقى الدرس ده الحمد لله خلص. عايزين بس نبقى نحل احتمال كده نشوف مراجعه ظريفه نعملها ان شاء الله، لكن عايز تعليقاتكم يا جماعه، ودايما اللايك عشان خاطر اللايك عشان يوصل لاكبر قدر من الناس وتستفيد منه وناخد حسنات انا وانتم ان شاء الله. ماشي؟ ما ننساش يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك ونفعل الجرس، وان شاء الله يبقى في لقاءات احسن واحسن، والى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.